السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، نهاركم مبروك، رمضان كريم، أعواش المبروكة، كل عام وانتم بألف خير. اليوم إن شاء الله راح نديروا مع بعض المسفوف أو السحور تاعنا اللي يكون المسفوف اللي ناكلوه باللبن. راح ندير لكم على طريقتي، سهل وبسيط وزيد بزيادة بنين لكل ست مبتدئة بمقادير موجودة في كل بيت، وزيد بزيادة البنة راح نطلبوها عيد بالكامل. أنا نقول لكم نروحوا مع بعض المطبخ نديروا هذا المسفوف. بسم الله، وحين نبداو على بركة الله بالمسفوف نتاعنا. انا هنايا درت هذا الرقيق المسفوف نديرو بالكسكسي رقيق، يعني باش يجينا مسفوف. بعض الاخوات يقولوا لي نخافوا منه يعجن لنا، خاصة المبتدئات. انا حندير لكم بواحد الطريقة ما يعجنش وراح يجيكم ساهل ويجيكم ارطب. انا نفورو 3 مرات. دوك تشوفوا معايا الطريقة وركزوا مليح مع الفيديو الطريقة هذه وراحين تنجحوا فيها. حطيت تقريبا نص كاس تاع زيت ونبسس هدايا الكسكسي بيديا. لازم الكعبة تاع الكسكسي كل الزيت يدخل فيها كما راكم تشوفوا. وصبيت له تقريبا كاس ونص تاع ماء ونخليه. نخلي هذاك الكسكسي يقيسوا كل الماء، نخليه حتى يشرب الماء. كي يشرب معنا هذاك الماء كما راكم تشوفوا نروح نحلو بيديا، خلوه يشرب مليح وراح تحلوه بكل سهولة. علاش؟ خاطركش فيه الزيت. راكم تشوفوا فيا راني نحل، وين تلقاوه وين تلقاو الكعب مجمولين حلوه، راح يتحلوا معاكم ما خاطركش فيه الزيت، فبكل سهولة بكف اليد تحلوه بشوية بشوية وهو راهو يشرب. عقد ما راكم تقلبوا فيه وهو راهو يشرب وراحين يتحلوا معاكم. ما تلقاوش حتى كعبة، ولا ما يجيكمش معجن ولا ما فيهش هذوك اللي يبول خلاص. هذا هو الطريقة تاع المسفوف اللي خاصة المبتدئات يخافوا منه. هنايا خليته شوية حتى ي... يزيد يشرب مليح، يعني تعطوا له وقته. تعودوا هذا المسفوف راح تعتمدوه وراح نديروه في السحور الليلة الأولى تاع رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. إن شاء الله يا ربي نصوموه بالصحة والهنا لينا وللأمة الإسلامية كافة إن شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا، شوفوا كي راهو شرب الماء وتحلوا معايا كامل. واللي ما عندهاش الوقت تقدر بعد ما تحلوا هكا شويه تجيب السيار وتصيروا كيف حتى بطريقه السيار للمبتدئات. انا بكري كي كنتعلم فيا جداتي كنت نديرو كيما هكا، بصح درك هاوليك نحلو كامل نورمال. تعقبوا في السيار يعني المتوسط، هذاك الثاني الرفاد، وراح يهبط معاكم كامل خاطرش الكسكسي رقيق. هذه هي الطريقه، شوفوا كيفاش تحل معايا كامل. انا نفورو المسفوف 3 مرات. راح نديرو في سحوركم مع ان شاء الله يا ربي مع هذاك البن الله الله. هنايا جبت الكسكاس نتاعي ورايحه نحطو نفورو للمره الاولى. شوفوا كي تحل كامل شحال راهو خفيف. ونأكد لكم يا البنات هذا راهو المتوسط، عفوا الرقيق ماشي المتوسط، الرقيق. نروح نحطو ايفور هذه المره الاولى. هنايا بعد ما فار كما راكم تشوفوا نرشو بالماء. الماء تقريبا كاس ونص تاع ماء وانايا نرش فيه. هذا الرقيق راح يشرب فيه ساعه. هذا هو المسفوف. حنايا هذه الطريقه تاعنا. كاينين بين كيما هكا طفيره يديروا ليدام، حنايا لا ما نديروش ليدام، هذاك حيجيكم ثقيل. وكاينين وحايد رايح يعجن لهم. رانا هنايا نكتفيو غير بالماء، ما نديروش الزبده. الزبده هي في الطريقه الاخرى خلاص.
هي تقريبا كاس ونص، وتعطيو له هكا. شوفوا كيفاش انايا راني خلطته راهو سخون شويه، ونلمّو هكاك في القصعة ونخلّيه، يعني ما تشوفوش بلي راهو الفيديو مسرّع باش ما نطوّلش عليكم، تخلّيوه ي وقته يعني تغطيوه وتخلّوه حتى يزيد يشرب الماء ويتنفّخ بالعقل، نفس الطريقة اللي يديروها الأخوات اللي في كي يديروا السفة في الغرب، يفوّروها حتى 4 مرات، يعني يعطوا له وقته هذاك الكسكسي، هذيك السفة الحلوة يعطوها وقتها. أنا راني سرّعت برك الفيديو وباش شوفوا هنايا في الآخر، مش في الآخر يعني بعد ما درت الماء وشرب، زدت له شوية ماء زهر. أنا بقى لي شوية من هذاك القرعة الزرقا هاذيك هايل الماء الزهر تاعها، فيها شوية وزدت درت شوية من الأخرى، درت له ماء زهر رايح يخليه رايحين نفوروه، تشوفوا ديك الدار زي ما تولي ريحتها كل ما زهر. ممكن هذه الطريقة راح تجيكم جديدة ورايحين تقولوا كيفاش ما زهر. إيه نعم ما زهر، فجربوا فوروه بيه ورجعوا لي الخبر. أنا غير في البلاد كي نديروا لبابا الله يرحمه ولا لدارنا، نديروه بالزبدة تاع البقرة، تشوفوا هذاك الطعم هذاك البنة هذيك زي أخر. هنايا كيما راكم تشوفوا نزيد نعاود نحطه يفور للمرة الثانية. هنايا راني مسرعة الفيديو بعد ما فار للمرة الثانية، عاود شوفوا كيفاش ما يلصقش خلاص في الكسكاس، نحى بكل سهولة. نزيد نعاود نرشو بصح ما نديرش كاس ونص كيما المرة الأولى، هذه راه باش نفور المرة الثالثة راح ندير كاس فقط، كاس تاع ماء برك، كاس يكون معمر مليح. ونخلطوه هو سخون راح يشرب هذاك الماء كامل معانا. ها كيما راكم تشوفوا باليد راهي تقريبا هذاك الكاس انايا راني نرش فيه بالعقل. انا كل عام نوجد هذا المسفوف، كل عام نبعث السحور لجيراني. هنايا زدت الماء زهر كيما راكم تشوفوا، ماء زهر تقريبا فنجان، مكتروش بزاف، تقريبا فنجان. انا عيني هي ميزاني باسكو ما نخدمو. كيما قلت لكم كل عام نبعث السحور انا الاولى لجيراني، نبعثه لهم علبا و... وتعودوا هما باللي كل عام ندير 2 كيلو ولا 3 كيلو تاع المسفوف ونزينو، وانا الاولى اللي نبعث لجيراني السحور. هنايا زدت له الملح تقريبا نص تاع قهوه باش ما يجيناش صامت. انا عندي هنا قبل ما نبدا نفور مره ثالثه، عندي الزبيب شريت كميه صغيره تقريبا 30,000، وما نديرو حتى بالكحل، ما نخلط الزبيب بالكحل مع هذا، وما نزينو بالرمان وقت الرمان، يعني اللي عنده يزين تزيين ليكم. انا غسلته مليح راح نحطه هو الاول في الكسكاس، نحط هذاك الزبيب هو الاول اللي فور. عفوا. شوفوا كيف صار لي هذاك هاوليك الزبيب، نعاود نحط فوق منه الكسكسي. هنايا بعد ما فار معايا، وهذه راهي المرة الأخيرة، هذه راهي المرة الأخيرة، هذه المرة الثالثة الأخرى. راح ندير له سكر جلاسي اختياري، اللي يحب يديرو وما يجيش حلو، واللي ما يحبش ما يديروش. أنا ما نديرو يعني بكمية قليلة ماهيش حاجة، اللي راهم عندهم المرضى كيما الوقت اللي نديرو للوالدة عندها السكر ما نديروش، نكتفيو بالحلاوة تاع الزبيب الطبيعية، واللي يحب يدير السكر يدير، هو ما يجيش حلو بزاف. وهذه اللي ترجع ليكم. ومن بعد نحط المرقارين، واللي عنده زبدة حرة يدير زبدة حرة أحسن. أنا مرفا ندير بسطار، ولا في البلاد نديرو بالزبدة تاع البقرة.
ستار ماهيش متوفرة، ما لقيتهاش عندنا هنايا. وليت درت المارغرين، بصح كون تلقاو زبدة حرة ولا ستار ديروا بها أحسن. راح نزيد له شوية سكر. أنا ولادي وجيراني اللي راني نبعت لهم يحبوه حلو، على هذيك زدت شوية تاع سكر رطب. مالفا العام هذا راهم غاليين هذوك اللي فروي ساك اللي راهم يتباعوا. مالفا نزينوه يعني بالمشماش والغلا كيما تشوفوا كل قدير وقدروا. بون هادوما راهم المواعن تاع جيراني هما الاولين اللي رايحه نبعث لهم المسفوف. هادو الزوج اللي كانوا عندي الطباسه تاعهم، والاخرين حنبعث لهم في ليزاسيات جوتابل. انا حنزينو بالشاميه اختياري والدقله. وانتوما واش عندكم؟ نحط له شويه زبده من الفوق. واش عندكم زينوا به، ما تتقيدوش. احنا ما نديرولوش البيض، لكن انا حنديروا البيض من عندي كاضافه برك للتزيين يعني يعني يتكل نورمال. اللي ما يحبش البيض ما يديروش. نتوما ديروا واش يساعدكم. راح نزينو بشويه تاع شاميه من الفوق. هذه اضافه تاني من عندي ماشي شرط. تقدروا ديروا غير زبيب، ما ديرولوش هاد الاضافات يعني ترجع ليكم، انا نعطيكم الافكار. وراح نزينو بالدقله. ما كانش اللي ما يحبش الدقله، ما كانش اللي ما يحبش التمر. وحنا الدقله تاعنا هذه راهي اللي في الجنوب راهي دقله نور. دقلة نور أنا شريت هذه ماشي دقلة نور، هذه دوزيام شوا اللي مور دقلة نور. دقلة نور غالية عندنا ولو إنها بلادها، صدقوني غالية. هذه دوزيام شوا مليحة يعني. أما دقلة نور راهي معسلة وحدها، اللون تاعها صفر. وهذا هو الشكل النهائي تاعنا تاع السفة. وراح نزيد نكمل باقي جيراننا. طريقة سهلة وبسيطة. أنا نقول لكم نتلاقاو في فيديو واحد آخر إن شاء الله تنال إعجابكم. رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير وصحة. إن شاء الله يا رب تصوموه بالصحة والهنا لينا وليكم ولكافة الأمة الإسلامية. إن شاء الله يا رب نتلاقاو في ساعة الخير، ونتلاقاو في